المهندس احمد ابو القاسم الامين العام للاتحاد اللجان الاولمبيه الافريقيه الانوكا. اهلا وسهلا بحضرتك في مصر. مرحبا، اهلا بكم ومرحب باهل مصر الكرام. طبعا كنا عايزين نتكلم عن منتدى النهارده التضامن الاولمبي بحضور 54 دوله افريقيه. اليوم ماشي ازاي؟ اول حاجه سعداء جدا انه نكون طبعا في ارض الكنانه في مصر العزيزه الشقيقه. وطبعا افريقيا كلها الان في رحاب مصر، افريقيا الاولمبيه. سعداء انه يكون اختيار التضامن الاولمبي للقاهره لهذه المدينه الاولمبيه الحقيقيه، بكل الامكانيات الزاخره التي تنعم بها مصر انها تكون هي مستضيفه لهذا النشاط. حقيقة المؤتمر صار بطريقة متميزة، مداخلات ممتازة، إحساس بمسؤولية كبيرة تجاه إفريقيا ونجاح الرياضة الإفريقية. وطبعا مصر أكيد كدولة رائدة في مجال الرياضة في إفريقيا، يعني تستحق أن تكون دائما مكان استضافة لكل الأشياء. ونحن إن شاء الله سوف نشهد دورة الألعاب الإفريقية 2027 في هذا المكان، في هذه الملاعب الحديثة التي تواكب كل المتطلبات الدولية بإذن الله. ده فتح جديد. حقيقة الجميع مبهور بما شاهدوه في هذه الأيام القليلة من تطور للبنية التحتية، من شوارع ومن خلافه. أيضا هذه البنية التحتية الرياضية الفريدة حقيقة. دائما ما الدول بعد أن تتقدم بملفها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية حتى تشرع في بناء المدينة الأولمبية، ولكن مصر قدمت نموذج جديد ببناء هذه المدينة الأولمبية المفخرة لإفريقيا. هي حقيقة هي البرنامج بتاع دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وطبعا برنامج التضامن الأولمبي 2025 2028. أفرد له هذا البرنامج 650 مليون دولار من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لكل أنحاء العالم. حظ إفريقيا فيها مبلغ كبير جدا. هذا المؤتمر يساعد، أو هذا الفورم يساعد في إيجاد أول حاجة الاطلاع على مختلف البرامج المطروحة، ومن ثم كيفية استغلال هذا البرامج من قبل اللجان الأولمبية لتطوير الرياضة محليا وقاريا وحتى على مستوى المناطق الإفريقية المختلفة. نحن نعرف أن أفريقيا مقسمة إلى 7 مناطق، كلهم موجودون هنا، حتى يعني نستطيع عبر هذا البرامج أيضا الطموح أن نرى أبطال أفارقة جدد على مستوى التتويج في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. شكرا جزيلا ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله.